قدمنا الطبق ديالنا على هذا الشكل هذا، زيناه بشويه د الحامض. السلام عليكم ورحمه الله، احوالكم طيبه؟ اليوم جيت نشارك معكم الدجاج المحمر بالتغميره. تبعوا معايا المراحل باش يجي ناجح معكم. غادي نحتاجو التبصيل، غادي نحتاجو الربيع مدقوق مع الثومه مدقوقه، ما ديروش الربيع بزاف. غادي نحتاجو طريف ديال الحامض مصير، نديرو نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه سكينجبير، شويه د الابزار، شويه د الملحه. ما تكثروش الملحه حيت الدجاج ديالنا مغسول بالملحه. شويه د الهريسه، ضامه الزعفران، شويه د الماء. نخلطوا هذيك الشرموله مزيان. كنجيبوا الدجاجه ديالنا كنشرملوها على هذا الشكل هذا، نحاولوا ندخلوا معها الشرموله مزيان ونخليو حتى بلاصه بلا شرموله. كنطبقوا الدجاجه ديالنا بحال هكا باش كتدخلها الشرموله مزيان. من بعد ما درنا الدجاجه ديالنا في الطنجره، كنخويو هذيك لاصوص اللي بقات لينا ديال الدجاجه. من بعد كنزيدو شي شويه ديال العطريه، غير شويه، زدنا شويه د الابزار. دابا غادي نزيدو شويه ديال الخرقوم، عفوا شويه د السكينجبير. دابا غادي نزيدو شويه ديال الخرقوم، نزيدو شويه ديال الهريسه، غادي نديرو واحد البصله صغيره اللي طيب فيها الدجاجه. ديك الساعه عاد نزيدو البصله على حساب التخميره. غنديرو شويه زيت العود، وغادي نديرو شويه زيت الروميه، وغادي نشعلو عليها البوطه. ومن بعد ما طيب نرجع معكم. من بعد ما طابت الدجاجه ديالنا حيدناها من المريقه تتسقطرات شويه، ودهناها بشويه الزبده، ودهنا المول اللي غيتخشى في الفران بشويه ديال الزبده. ودابا غادي ندوزو نصايبو التغميره. دابا من بعد ما حيدنا الدجاجه ديالنا، القنيصه درناها باش طيب حيت كتهز الطياب. دابا غادي نزيدو واحد البصله كبيره، عاد غادي نزيدو القنيصه ديالنا مقطعه، وغادي نسدو عليها ونخليوها طيب. نزيدوها شويه د الماء ونخليوها طيب حتى طيب ونرجع معاكم.
الدغميره من بعد ما كطيب كنخليوها هكا وكنبقاو نحركوها، كنزيدو عليها شويه البوطه، كنبقاو نحركوها هكا حتى كتعسل معنا وكتوجد. كنبقاو مستمرين في التحريك على هذا الشكل هذا حتى الدغميره ديالنا كتوجد معنا على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو نقدموا الطبق ديالنا. قدمنا الطبق ديالنا على هذا الشكل هذا، زيناه شويه د الحامض بالصحه والراحه.